أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. لما نزلتلكوا على الانستجرام وسألتكوا ايه المواضيع اللي انتوا حابين ان احنا ممكن نتكلم فيها، رديتوا عليا وقلتولي نتكلم عن ان ازاي البنت مش المفروض تتنازل عن حلمها وعن شغلها عشان الجواز ولمجرد ان هي قربت توصل من سن معين. فانا هتكلم في الموضوع ده، بس مش عايزة اتكلم فيه بالطريقة الكليشيه اللي بنسمعها دايما، اللي في اي قعدة بنقعدها بنسمعها، وفي اي بودكاست تاني هتكلم في الموضوع ده هنتكلم فيه كده، او اي ارتكل في كتاب او اي حاجة. حاسة انا عايزة اتكلم في الموضوع ده بطريقة مختلفة شوية. من يوم ما البنت بتتولد والناس وهي بتبارك لأهلها بيقولوا عقبال ما نشوفها عروسة، وبطبيعة النفس البشرية بدأ يترسخ فكرة ان البنت في الاخر مسيرها لبيت جوزها وعيالها. وفضلنا على الحال ده سنين وسنين وسنين، لحد ما البنت والست دورها في المجتمع بدأ يكبر ويكبر ويكبر ويخرج عن إطار الزوجة والأم. بدأنا نشوف الست بتشتغل وبتمتهن مهن كتيرة جدا ومختلفة ما كانش المجتمع متعود يشوفها بالشكل ده. والحقيقة ان كل ده شيء جميل جدا، مفهوش اي مشكلة ومفهوش اي غلط، بس في حالة ان كل واحد فضل في حاله وبمزاجه. ولكن المعضلة هنا او المشكلة هنا ان احيانا اكبر عدو للانسان بيكون اخوه الانسان اللي هو قاعد جنبه كده على طول. زمان لما كان دور الست بيقتصر على دورها كزوجة ودورها كأم فقط لا غير، كان المجتمع لو لقى بنت او لقى ست حابة ان هي تشتغل او بدأت ان هي تشتغل يبدأ يصدر عليها احكام غريبة، زي ان هي بنت مسترجلة ومش هتلاقي حد يتجوزها، او انها اكيد مقصرة في بيتها، او ان هي اكيد مش عارفة تربي اولادها، او ازاي جايلها قلب تسيب اولادها وتشتغل، اكيد جوزها متجوز عليها، او جوزها ليه الحق ان هو يتجوز عليها لان هي مش شايفة شغلها في بيتها، او هي مش عارفة توازن ما بين ده، بلا 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 بلا، وكلام كتير قوي يعتبر ملوش اي اساس من الصحة، عشان احنا ما دخلناش في حياة الناس وشفناها من جوه عاملة ازاي. انما بقى دلوقتي لما تقريبا بقى معظم البنات والستات بقوا بيشتغلوا ومهتمين بكاريرهم المهني والتدرج الوظيفي، وان هم يحققوا احسن وعندهم احلام وطموحات ليها علاقة بشغلهم، فلو المجتمع لقى بنت او ست مش حابين ان هم يشتغلوا، حابين ان هم يقعدوا في البيت، عندهم اطفال او ما عندهمش اطفال بس هم حابين ان هم يقعدوا في البيت، شايفين ان ده الانسب ليهم، هيبدأ برضو المجتمع يصدر عليهم احكام. لا على فكرة انت كده تعتبري رجعية، على فكرة مش هيبقى عندك حياة، انت لو ما اشتغلتيش مش هتعرفوا تفتحوا البيت، لان ان الراجل لوحده بس يصرف ده صعب في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. على فكرة انت لازم تشتغلي علشان تكسبي خبرة وتعرفي تربي ولادك، لازم يكون معاكي قرش كده ومعاكي فلوسك وما تبقيش محتاجة لجوزك، قدري في يوم من الايام اتطلقتي هتعيشي ازاي؟ وكل الكلام اللي احنا عارفينه وحافظينه صم ده. والحقيقة ان انا عمري ما فهمت ايه اللي الست المفروض تعمله من وجهة نظر المجتمع علشان المجتمع يستريح وعشان الست تستريح، تتجوز وتقعد في البيت ولا تشتغل وتساعد جوزها ولا ما تشتغلش ولا تعمل ايه بالظبط؟ والله يعني. وكمان اعتقد ان دي حاجة ممكن ما يكونش ليها اجابة خالص، ولكن من وجهة نظري والله يعني بجد مش ادعاء مثالية، ان ما نسيب الست براحتها. يعني على رأي جملة كده سمعتها مرة بتقول ماما قالت له سيب الست وخليها في حالها، سيبها في حالها، يعني تشتغل ما تشتغلش براحتها بجد، ان شاء الله تشتغل وتبل فلوسها اللي هي جابتها وتشرب ميتها زي ما بيقولوا، بس فعلا هي المفروض يكون متاح لها الاختيارات هي تختار منها براحتها، لان في بنات عندها القدرة الجسدية والعقلية ان هم يشتغلوا ويفتحوا بيت ويربوا اولاد، كل ده في نفس الوقت ومش هيأثروا وهم عندهم القدرة على كده. في بنات تانية شايفين ان لأ، الشغل مش اساسي بالنسبة لهم كبنات، وان كفاية عليهم قوي ان هم يفضلوا
عايشين عادي في بيت اهلهم لحد ما يتجوزوا، وبعدين لما يتجوزوا تبقى حياتهم في بيتهم واولادهم في المستقبل وكده. بس هيبقوا بيخرجوا وبيروحوا وبيجوا، مش معنى كده ان احنا هنفضل حاطينهم في صندوق ازاز ما بنخرجهمش. وفي بنات شايفة ان طول ما هي سنجل او طول ما هي ما فيش في حياتها حد، فهي ممكن تشتغل عادي. ايه المشكلة؟ بتسلي وقتها، بتتعلم حاجات جديدة، بتتعرف على ثقافات مختلفة، وما فكرتش بقى اصلا في اوبشن فيما بعد الجواز هتعمل ايه. سايبة الامور لوقتها، هتخوض التجربة وتشوف. قادرة تشتغل وتفتح بيت وتربي اولاد كل ده في نفس الوقت، تمام. مش قادرة، خلاص مش هتشتغل، مش فارق معاها يعني، وهتشوف، هتخوض التجربة. وفي بنات تانية او ستات الشغل بالنسبة لهم مش اوبشن، يعني هو مش حاجة تختار تعملها ولا ما تعملهاش، هي لازم تعملها لأسباب تخصها هي والبيئة اللي هي فيها، أو هي وحياتها أيا كانت في بيت أهلها أو في بيت جوزها اللي هو بيتها، يعني عشان محدش يزعل مننا. طب هل لو الست ما اشتغلتش ده هيفرق؟ بصراحة نكون واقعيين وموضوعيين، هيفرق. الشغل بيعلم حاجات كتير جدا، وبيخلي البني آدم ينضج بطريقة هو ما كانش متخيل ان هو ممكن يوصل للليفل ده من النضج او يشوف الحاجات دي. انا كان عندي شوية معتقدات كده ومتمسكة بيها ومنشفة دماغي فيها قوي، واللي هو لا هو يا كده يا بلاش. والمعتقدات دي كان كذا حد يقعد يقول لي لا غلط، حاولي تكوني مثلا سلسة اكتر، حاولي بالراحة شوية اكتر. انا بجد ما اتعلمتش ان انا اكون سلسة اكتر او ان انا افتح دماغي لحاجات تانية مختلفة الا لما اشتغلت. وكل مكان اشتغلت فيه وشفت ناس مختلفة فيه اتعلمت حاجات مختلفة. يعني انا بشتغل من زمان جدا، من ايام ما كان عندي 20 سنة، فمن زمان قوي وانا بشتغل وشايفة الناس وبتعامل مع ناس من طبقات مختلفة، من ثقافات مختلفة، تفكيرهم مختلف وأولوياتهم مختلفة. كل حاجة بشوفها وكل حاجة بسمعها بتغير فيا كتير. بس في نفس الوقت في بعض البنات ممكن الشغل يأثر عليهم بان هو يخلي الطاقة الذكورية او الماسكلين انرجي عندهم اعلى من الفيمينين انرجي او الطاقة الانثوية او كونهم بنات. مش بحس ان ده حصل معايا، ولكن ممكن يكون حصل مع ناس تانية. ولازم الناس اللي حصل معاهم كده او البنات اللي حصل معاهم كده يبدأوا يدوروا ليه. هل الشغل اللي هم فيه هم محاطين بس بشباب ورجالة دايما، فزي كده البنت اللي مثلا يقولوا ان هي اخواتها كلهم ولاد، فبتطلع مثلا اعنف والعابها كلها بقى بوكس ومش عارفة WWE والحاجات اللي كانت بتموت، بس مش بالضحك، بتموت بجد يعني واحنا صغيرين. ولا ايه الاسباب؟ وتبدأ تعرف ايه اللي حصل. وفي بنات بتبقى اصلا هي الماسكلين انرجي بتاعتهم اعلى، لكن لما بيبدأوا يشتغلوا ويتعاملوا مع بنات اكتر ويشوفوا بنات بتتكلم بطرق مختلفة ويتحطوا جوه healthy environment كده، بتبدأ الفيمينين انرجي عندهم ترجع تاني لمكانها. فانا من وجهة نظري كسلمى الشغل مفيد جدا وبيدي experience مهمة جدا في الحياة، بتفيد فعلا، يعني بتفيد. بس هل كل الناس او كل الستات المفروض ان هم يشتغلوا؟ لا، لان بنشوف في اشغالنا ان في ستات كتيرة جدا مش مستريحين، يعني مش حابين ان هم يعملوا كده، وبيبقوا نفسهم ان هم يقعدوا في البيت. بتبقى دي حاجة مضرراهم جدا او مضرراهم جدا. فانا بحس ان في الاخر المفروض الموضوع ده يبقى متوقف على الشخص بس، متوقف على الست بس. طالما ما فيش ظروف بتحتم عليها ان هي تشتغل، ظروف مادية او اي حاجة شبه كده، يبقى هي المفروض يكون عندها الحرية تشتغل طول ما هي لسه ما اتجوزتش، وتخوض التجربة بعد الجواز تشوف هي هتقدر تبالانس ما بين الحاجتين ولا لأ. تشتغل شوية، تسيب الشغل شوية، تشتغل حاجة من البيت، حاجة فروم هوم، يعني تعمل لنفسها بيزنس. بس اللي انا شايفاه ان لو الست قررت ان هي مش هتشتغل وهتقعد في البيت، ايا كان عندها اولاد او ما عندهاش اولاد، فهي لازم تشوف حاجة تانية تشغل حياتها فيها، عشان بالتالي هيكون عندها وقت فراغ اكبر، فهتسيب نفسها لدماغها اكتر. فده ممكن يعني
يبدأ يدخلها في مود هي مش حابة تدخله، تبدأ بقى تكتئب أو تلاقي نفسها تبدأ تحس ان هي ما عندهاش حياة والناس كلها عندهم حياة او كده، وانا غلطت في اختياري ولا ما غلطتش في اختياري. شايفة ان لازم البنت تكون في حاجة بتعملها، او لازم الست لازم يكون في حاجة بتعملها في حياتها لو هي ما بتشتغلش. حاسة ان اللي في الاخر محتاجين نتعلمه ان في الحاجات اللي زي كده ما فيهاش صح ولا غلط. الصح والغلط هنا شيء نسبي جدا، بيختلف من شخص لشخص. كل واحدة بتحدد ايه اللي يناسب شكل حياتها وايه اللي يناسبها في الوقت الحالي من حياتها وتعمله. ونحط تحت الوقت الحالي دي مليون خط، علشان اللي ممكن يكون مناسبني دلوقتي ممكن في حياتي اللي جاية بعدين ما يناسبنيش. ولازم يكون عندي الحرية ومطلق الحرية ان انا اغير ده. يعني انا لو قررت ان انا اشتغل دلوقتي ولكن لظروف معينة بعدين حسيت ان لا انا مش انسب حاجة ان انا اشتغل، لازم يكون عندي الحرية ان انا ابطل شغل. والعكس صحيح، انا لو قررت ان انا مش هشتغل واتحطيت في ظروف مادية معينة خلتني لا انا محتاج ان انا اشتغل فعلا لسبب ما، انا محتاج يكون معايا فلوس دلوقتي فابدأ اشتغل عادي، مفيش مشكلة. لازم يكون في الفلكسبيليتي عندي وعند المجتمع ان انا اتقبل ان انا ممكن اغير وجهة نظري، وان المجتمع كمان يتقبل ان انا ممكن اغير وجهة نظري. يعني حاسة ان دي حاجة تخص الست لوحدها، الشخص لوحده. المجتمع المفروض ما يكونش ليه وجهة نظر فيها. وده يعلمنا ان كلنا كبني ادمين بقى، مش ستات بس، ستات ورجالة، اولوياتنا مختلفة، اهتماماتنا مختلفة، وقراراتنا لازم تكون بتخصنا احنا. ولو عندنا شريك حياة فنشركه معانا في قراراتنا، وطالما انا مستريح في قراري ده يبقى الناس ملهاش دعوة، بجد الناس ملهاش دعوة. وبس كده، حلقة خفيفة بسيطة حبيت اتكلم فيها معاكم عن موضوع انتوا طلبتوه بشكل مختلف شوية. حكاية التلات هي بودكاست اسبوعي موجودة على ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالانجلش. نتقابل التلات الجاي.